ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اكلتنا النهارده هنعمل مكرونه اسباجيتي باللحمه المفرومه، سهله وسريعه. انا طلعت اللحمه المفرومه كده من الفريزر على طول، رحت حطها في الحله مع حبه زيت وسبتها مع نفسها، يعني ايه تسيح، مش هتتحرق ولا حاجه، هي اصلا سايحه بسيط يعني بس هي بتستهبل كده وعامله نفسها مش سايحه يعني. هنا الميه على النار، ما حطيتش فيها حاجه الا شويه ملح بس. هحط المكرونه الاسباجيتي على طول صحيحه كده، مش هقطعها ولا حاجه. عايزه تقطعيها على 2 قطعيها. هنا تسلق المكرونه معايا واللحمه المفرومه خلاص اتعملت. وهنشوف بقى نحط التوابل بتاعتنا ونعملها ازاي. حاجه سهله. حطيت هنا ملح، هنا حبه بابريكا، على حبه كمون، على فلفل اسود، على بصل بودر، على توم بودر. ما فيهاش اي حاجه، حطي اللي انت عايزاه. وهنحط معلقه سكر، هنا ملح، وهنحط معلقه سكر اهي. بس دي لازم، يعني بتدي تعادل حلو قوي. انا عامله 2 طماطم كده كبار، حبه طماطم كده في الخلاط احطيهم، بصل مفروم في الكبه، فلفل اخضر، 3 جزر كده مفرومين، وحطي كله على اللحمه المفرومه وقلبي بقى وسيبيهم ياخدوا ويدوا مع بعض. حاجة سهلة وسريعة جدا. هنحطها بعد كده بقى نطلع المكرونة. يعني انا عايزة المكرونة بايه، يعني ما تهرهاش. يعني بصي طلعتها وحطيتها في الصينية، وهحط اللحمة المفرومة عليها كده. اللحمة المفرومة خلاص استوت معايا ومية مية. هحطها بقى حطيت المكرونة كده في الصينية، وهحطها على الصينية بقى من فوق. مش هحط في النص ونص، لا، يعني زي المكرونة بشاميل، لا. انا بصي هحطها من فوق كلها، واحطها عليها كلها، وبعدين اغرز بقى كده، ادخل مثلا ايه اللحمه المفرومه كلها فيها. يعني افضلي اعملي بالمعلقه كده لغايه ما تدخل كل اللحمه المفرومه جواها. حاجه سهله وسريعه وجميله جدا، مش هتاخد منك وقت. اهو كده عملت اهيت كلها دخلت فيها. النص كيلو اللحمه بصوا بقى عامل ازاي، بقى كيلو لحمه. هنا الجبنه الموتزاريلا حطيت عليها حبه لبن، وهعملها كده يعني اهرسها كده شويه عشان كانت ناشفه من التلاجة. ما تخافيش، حطي نص كوباية لبن على الجبنة واعمليها وحطيها، ما بتعملش حاجة. يعني بتديها بالعكس طعم احلى ويعني ايه، وتهرسها كده حلو. انا هرستها كده عشان كانت متلجة معايا. وهحطها في الصينية، ولا هحط حاجة تاني ولا حاجة، ولا بقى بشاميل ولا حاجة. حاجة كده تاكليها سهلة وسريعة. ولو لسه ما دوستيش لايك، دوسي لايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اي طلعت الصينيه من الفرن، يا دوب ولعت عليها الشوايه في الاخر بعد ما عملت ادتني لون كده جميل تحفه. وطلعي بقى وكلي. حاجه كده فظيعه وسهله وسريعه جدا. جربيها، ومليانه بقى المكرونه واللحمه وكل حاجه، جميله جدا. اعملوها. طعمها تحفه. يلا جربيها، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.